اللي بيحصل في الصومال مش بعيد عننا، ومحاولات تفكيك وطموح للسيطرة على البحر خارج القانون، بلطجة دولية خاصة من أثيوبيا. ومصر هنا مش بتلعب، مصر فاعل، رسمت خط أحمر واضح، لا تقسيم ولا عبث بأمن البحر الأحمر، ولا تهديد لأمن الملاحة، ولا تهديد لمصالح مصر في البحر الأحمر. أما ملف سد النهضة مصر بتديره بهدوء مش بطريقة. الدولة شايفة وعارفة، والقيادة السياسية في مصر قالت المية خط أحمر، ولو اتلمست كل الخيارات متاحة في وقتها. ومصر في 2026 مش صدفة ولا مغامرة ولا رد فعل، دي دولة بتحسب وتوازن وتعرف امتى تضغط وامتى تصبر. والشعب المصري هو خط الدفاع الأول، شعب واعي وفاهم ان الدول اللي اتضربت من جوه مش من بره. الدول اللي وقعت ما وقعتش بقنابل، وقعت لما الناس فقدت ثقتها وبقت تصدق اي حاجة وتعيد نشر اي حاجة من غير تفكير. ولازم تفهم شيء مهم، ان الفتنة عمرها ما بتدخل من باب كبير، بتدخل من فيديو، من شائعة، من كلام يخليك تشك في بلدك وفي جيشك وفي مؤسساتك.